السلام عليكم. يا ستات يا أمهات يا غاليين، النهاردة عايزين نتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا. إزاي نرتب يوم الأولاد من الصبح لحد ما يناموا؟ يمكن في كتير مننا حاسين إن الدنيا جري وسرعة ومش لاحقين نعمل كل اللي نفسنا فيه، لا لينا ولا للعيال. بس صدقيني، شوية تنظيم وتخطيط هيغيروا حياتك وحياة أولادك كلها. البداية من بدري. بصي، أول سر من أسرار البركة هو إننا نبدأ بدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني اليوم اللي بيبدأ مع الفجر فيه بركة مش هتلاقيها في أي وقت تاني. يلا نصحي العيال معانا، نصلي سوا، حتى لو ركعتين سنة أو أذكار بسيطة. اللحظة دي بتثبت في قلوبهم وبتزرع جواهم حب ربنا من غير ما يحسوا. الفطار الصحي بعد الصلاة أهم حاجة نفطر. مش لازم سفرة كبيرة، بس يكون فيه حاجة صحية: كوباية لبن، بيضة مسلوقة، أو حتى سندوتش جبنة وفاكهة. الطفل اللي يفطر صح دماغه بتشتغل أحسن وبيبقى عنده طاقة يركز طول اليوم. وده مش كلامي بس، ده كمان مثبت في القرآن لما ربنا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الأكل ليه دور في صحتنا ونفسيتنا. تجهيز الشنط واللبس واحدة من الحاجات اللي بتعمل توتر رهيب الصبح، إن كل حاجة تتعمل في آخر دقيقة. الحل: نجهز من بالليل. الشنطة، الكراسات، الأقلام، اللبس، كل حاجة تتحط في مكانها. بكده الصبح يبقى سهل من غير دوشة، والأولاد يخرجوا من البيت فيه هدوء بدل الصريخ. بعد المدرسة، الأولاد بيرجعوا من المدرسة تعبانين. أول حاجة، سيبيهم يغيروا جو، ياكلوا، يرتاحوا شوية، وبعدين نبدأ في المذاكرة. وهنا لازم نفتكر، المذاكرة مش ساعات طويلة، الأهم يكون في تركيز. ساعة واحدة بتركيز أحسن من 3 ساعات قاعدة على المكتب والدماغ مش حاضرة. شجعيهم بالكلمة الحلوة: برافو عليك، أنت شاطر. الكلمة دي ممكن تفتح نفسهم وتديهم دافع أكبر من أي حاجة تانية. وقت اللعب. اللعب مش رفاهية يا أمهات، اللعب حق. الأطفال محتاجين يخرجوا طاقتهم. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع الصغيرين ويضحك معاهم. خلي عندهم وقت للجري، للرسم، للعبة بسيطة في البيت. اللعب بيخليهم يتعلموا إزاي يتعاملوا مع بعض وإزاي يعبروا عن نفسهم. قبل النوم، اللحظة دي سحرية بجد. جمعي أولادك حواليكي، احكي لهم قصة فيها عبرة، أو اسمعي منهم إيه اللي حصل معاهم في يومهم. اللحظات دي هي اللي بتعمل ذكريات وتخلي البيت مليان دفء. وخلي آخر يومهم ذكري لله: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أو حتى آية الكرسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. شفتوا قد إيه ده أمان وحماية ليهم؟ قيمة النظام. عايزة أقولك حاجة مهمة جدا: النظام مش معناه شدة ولا إنك تبقي قاسية. النظام يعني حب، إنك تعلميهم إن لكل حاجة وقتها: وقت للصلاة، وقت للمذاكرة، وقت للعب، ووقت للمسرة. الأولاد اللي بيتربوا على النظام من صغرهم بيطلعوا شخصيات متوازنة، ناجحين في حياتهم، بيعرفوا إزاي يتحكموا في وقتهم. الأم القدوة. اوعي تنسي إن العيال بيتعلموا من أفعالنا أكتر من كلامنا. لو شافوكي منظمة هيتعلموا التنظيم، لو شافوكي صبورة هيبقوا صبورين، لو شافوكي بتذكري ربنا هيحبوا الذكر من غير ما تطلبي. رسالة حب لكل أم: أنت الأساس، البيت من غيرك ملهوش روح. لو أنت منظمة، هادية، وبتحطي لمسة حب في كل حاجة، البيت كله هيكون مليان رحمة. وصدقيني، مش لازم تكوني مثالية، إحنا كلنا بنغلط، بس المهم يكون عندنا نية إننا نغير ونطور ونخلي يومنا ويوم عيالنا فيه بركة وهدوء. وختاماً، من النهاردة نخلي شعارنا: يلا نرتب يوم الأولاد. نرتبه بالحب مش بالعصبية،